فلوس يا جماعه، سحبت الربع مليون، سحبت 300,000. بعد الفيديو اللي شفناه ده خرجت علياء. طبعا علياء ما كانش متوجه لها اي اتهامات رسميه زي ما كان متوجه للمداهم وسوزي الاردنيه. مش ده الغريب بقى في القصه. الغريب بصوا بقى ان مداهم حظه الوحش ان يخش عليه الضابط عشان يقبض عليه، يتفاجئ ان مداهم معاه حشيش وافيون ودولارات. كمان القضيه بتاعت انتهاك القيم والاخلاق المجتمعيه وكده. ربنا بيرفع الستر من عليه من بعد ما كان بيديله كل الخير. طبعا الانسان اللي بيبقى زي الشخصيات دي ربنا بيسلط عليه نفسه ويوصله لمرحله ان هو يتغر ويبقى عنده مشكله كبيره ان يصدق ان هو زيه زي اي حد، من كتر الفلوس ومن كتر ان كل حاجه قدامه بقت متاحه. وبالنسبه لكلام النائب احمد بدوي، اتكلموا على ان هم عايزين يصلحوا المجتمع من صناع المحتوى اللي بيقدموا محتوى بيضر المجتمع والاخلاق. فعملوا اتفاق جديد مع اصحاب المنصات او مع الشركات المسؤوله عن المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي ان يخلصوا على المحتوى اللي بالشكل ده، وان اي حد هيقدم المحتوى ده المنصه المفروض ان هي هتقفل الصفحات اللي زي كده من نفسها وما تسمح لهاش بالانتشار، يا اما هيتقدم بلاغات في المنصات اللي زي كده وهتتقفل او هيتعامل معاها اجراءات قانونيه. فقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، ومتوقعين ايه اللي ممكن يحصل الفتره الجايه، وهل ممكن المداهم يطلع منها ولا لا؟ هل خبر حبس شاكر ده خبر حقيقي ولا لا؟ تقريبا شاكر كان في لايف او كان قاعد في كافيه في القاهره واتقبض عليه، فممكن يكون شاكر كمان اتقبض عليه ودخل من ضمن صناع المحتوى اللي بيقدموا محتوى غير اخلاقي.